اول حاجه بعدا خصنا نقولوها في العنوان. المغرب كان كيستحق الفوز، لا بدون نقاش. كنا يمكن نجيو هنا ونقولوا لولا آه. وحكاو هذا. لا، البارح المنتخب المغربي يستحق الفوز باش ما بغيتي، تقنيا بدنيا تدخلات كونسيرفاسيون دبال، لي زانترفونسيون اللي كانوا عند الدراري اللي كانوا في الدفاع، حارس المرمى طريقه يعني هذه وحده مزيان مع الاسبان ومع البرازيل ومع المكسيك مزيان. اللهم طلع مع خصوم اللي هي في هذا الشكل. راه المشكل اللي كان مطروح البارح تحقرا شوف كانت استصغار الاسبانيون البارح وكانهم داخلين تيقولوا هذا الماتش الا ما ربحش لنا الدقيقه 15 غنديروا ليه 20 ولا مع العلم على انهم صدموا بالدراري ديالنا وبداك العطاء ديالهم وباللاعب، وحنا اللي عطيناهم درس البارح في كره القدم. لا والله لا درس. انا كنظر بين المدرب البارح ديال الاسبان ما غيخليش هذوك اللاعبين ينعسوا بما جرى الماتش ديال الخميس. انا كنظر بان غادي يتكرس عليهم، لان البارح اولا التدخلات اللي كانت خشنه اللي كيبغاو ما بقاوش باغيين يلعبوا الكره ولاو مقابلين الحكم. شوف راه البارح الى عاودتوا الماتش اسبانيا خرجات، ماشي هي اللي خرجات، حنا اللي خرجنا بداك العرض اللي من الاول منين دخلنا، والدراري اللي دريبل تا هما، حنا اللي دريبل ديالنا كانوا تبارك الله سميتو